واش عارفين باللي في قانون المالية 2025 كاينه تغييرات كبيرة في الضرائب؟ واش سمعتي من قبل بالتقادم الضريبي اللي كيخلي الدولة ما تقدرش تطالبك بالضريبة بعد مدة معينة؟ واش عارف شحال هاد المدة بالضبط؟ وزيد عليها، الحكومة قررت دير تخفيضات ضريبية مهمة، يعني الراتب ديالك يقدر يطلع شوية، ولا التجارة ديالك تولي مرتاحة أكثر. لكن السؤال، شكون غادي يستافد بالضبط؟ واش الموظفين؟ واش التجار الصغار؟ ولا حتى الشركات؟ كل هاد الأسئلة غادي نجاوبكم عليها خطوة بخطوة في هاد الفيديو بطريقة مبسطة وبالأمثلة من الواقع حتى تفهموا مزيان. قبل ما نبدأ، قولوا لي في التعليقات، واش عمركم تعرضتوا لمطالبة ضريبية قديمة؟ واش كتظنوا هاد التخفيضات غادي تحسن حياتكم اليومية ولا غير وعود عابرة؟ وما تنساوش تدعموا الفيديو بلايك وتشاركوه مع أصحابكم باش تعم الفائدة. يلا خوتي، نخليكم مع الشرح بالتفصيل. السلام عليكم خوتي المغاربة، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نهضروا على موضوع مهم بزاف كيمس جيب كل واحد فينا، قانون المالية لسنة 2025. القانون هذا العام جا فيه بزاف ديال المستجدات، خصوصا في التقادم الضريبي والتخفيضات الضريبية اللي غادي تهم بزاف ديال الناس. غادي نشرحوا الأمور بطريقة مبسطة بالأمثلة من الواقع باش أي واحد يفهم، سواء موظف، تاجر ولا عنده شركة صغيرة. شنو هو قانون المالية؟ قانون المالية هو بحال الميزانية ديال الدولة، كيحدد شحال الدولة غادي تجمع من الضرائب وشحال غادي تصرف على التعليم، الصحة، الطرقان، الدعم الاجتماعي. بمعنى آخر، هو الخريطة المالية ديال المغرب العام كامل. شنو هو التقادم الضريبي؟ دابا نمشيو المفهوم اللي كيسمعوه بزاف الناس. التقادم الضريبي شنو معناه؟ هو واحد المدة اللي لا سالات ما بقاوش يقدروا يطالبوك بالضريبة ديال الأعوام اللي فاتوا. بمعنى الضريبة كتسقط بالتقادم. شحال هاد المدة؟ في العادة 4 سنوات ابتداء من العام اللي كان خاصك تصرح فيه بالضريبة. مثال عملي، خاصك تصرح بدخلك ديال 2020، إذن حتى 2025 ما سولك حتى واحد، الضريبة تسقط. لكن كاينه حالات خاصة، إلا ما صرحتيش أصلا بالدخل، التقادم كيمشي حتى ل10 سنوات. إلا كان عندك تدليس أو تزوير، كيبقى الحق مفتوح للدولة باش ترجع لك. أنواع أخرى للتقادم، باش نعطيوكم صورة أوضح، التقادم ماشي غير في الضرائب. التقادم المدني بحال شي دين بين جوج أشخاص كيسقط بعد 15 سنة. التقادم الجنائي شي جريمة صغيرة كيسقط بعد 4 سنوات، لكن الجرائم الكبيرة ما كتسقطش بسهولة. التقادم الإداري كيهم قرارات الدولة والإدارة. هاد الشي مهم تعرفوه باش تفهموا أن مبدأ التقادم كاين في القانون كامل، ماشي غير في الضرائب. دابا ندوزو للجزء اللي كيتسناوه بزاف ديال الناس، التخفيضات الضريبية في 2025. الحكومة قررت تنقص من الضريبة على الدخل لبعض الشرائح. مثلا واحد الموظف كان كيخلص 1000 درهم ضريبة شهريا، من 2025 يقدر يخلص غير 800 درهم. الناس اللي عندهم دخل محدود غادي يستافدوا أكثر. حتى الشركات الصغيرة والمتوسطة غادي يلقاو امتيازات ضريبية باش يشجعوهم يستمروا وما يسدوش شركتهم. الهدف ديال هاد التخفيضات تخفيف الضغط على المواطنين، تشجيع الاستهلاك، إنعاش الاقتصاد الوطني. التأثير على المواطن، شنو غادي يبدل هذا القانون في الحياة اليومية؟ الموظف غادي يحس بشوية ديال الزيادة في الراتب حيث الضريبة نقصات. التاجر الصغير غادي يلقى تسهيلات أكثر. الناس اللي عندهم ديون قديمة مع الضرائب يقدروا يستافدوا من التقادم وما يخلصوش شي مبالغ كبيرة. التأثير على الاقتصاد الوطني، على المستوى الكبير الدولة غادي تجمع أقل شوية من الضرائب، ولكن في المقابل الاستهلاك غادي يطلع. الشركات الصغيرة غادي يكون عندها نفس طويل باش تستمر. الثقة بين المواطن والدولة غادي تحسن شوية، حيث الناس غادي يحسوا أن النظام الضريبي ولا أخف. إذن خوتي، قانون المالية 2025 جاب معاه بزاف ديال المستجدات. من جهة التقادم الضريبي اللي كيحمي المواطن من المطالبات القديمة،
ومن جهة أخرى تخفيضات ضريبية اللي غادي يستافدوا منها المغاربة كاملين، خصوصا الناس اللي دخلهم محدود. ما تنسوش اللي ما مصرحش بالضريبة خاصو يسوي وضعيته، واللي عنده ديون قديمة يقدر يتحقق واش ما بقاتش مسقطة بالتقادم. نتمنى الفيديو يكون عجبكم وخلاكم تفهموا أكثر هذه المواضيع. ما تنسوش تدعموا القناة باللايك، بالاشتراك، وبمشاركة الفيديو مع أصحابكم. نشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. دمتم بخير.